بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة الثالثة في فيجوال بيزك دوت نت 2008. آه، أخدنا قبل كده إن عشان نعمل أي برنامج هيتكون من 3 مراحل: مرحلة المدخلات، ومرحلة المعالجة، ومرحلة المخرجات. وعرفنا ان المدخلات بندخلها عندنا عن طريق امر console.readline، والمخرجات بتتم عن طريق console.writeline. وكنا خدنا العمليات الحسابية، سواء الجمع او الطرح او الضرب او القسمة او القسمة الصحيحة او المود اللي هو بيجيب لي باقي القسمة او الأس. وعرفنا ان ممكن احنا نحط في جملة الطباعة بعض الحسابات، وممكن نعمل بعض الحسابات الوسيطة عشان نوفر الوقت ونزود الكفاءة بتاعتنا. وخدنا مع بعض الجمل الشرطية اللي هي if then else and if. وعرفنا ان احنا بنحط جواب الشرط في حالة الاثبات وحالة النفي. وفي عندنا جملة الشرط بتكون بين الاف والذن، وجملة الشرط بتكون عبارة عن مقارنة ما بين قيمتين وبينهم ادوات مقارنة، سواء زائد او يساوي او اكبر من او اصغر من، او لا يساوي او اكبر من او يساوي او اصغر من او يساوي. وخدنا مع بعض جمل التكرار اللي هي الدو وايل لوب. وعرفنا ان احنا بنحط هنا شرط التكرار اللي هيكرر عليه، وبنحط بين الدو واللوب جمل التكرار. وخدنا ان في دو وايل لوب ودو انتل لوب، وعرفنا الفرق ما بينهم ان الوايل بنحط شرط الاستمرار، اما الانتل فبنحط شرط الانتهاء. وممكن نخلي دو لوب وايل ودو لوب انتل، بحيث ان الشرط بيكون في نهايه اللوب، اما اللي فوق فالشرط بيكون في بدايه اللوب. وعرفنا ان في عندنا النست ستراكشرز بنيات متداخله، ان انا يكون عندي 2 اف جوه بعض، وممكن يبقى 3 او 4 او 5. ونفس القصه لو في عندي لوبس، ممكن يبقى عندي 2 او 3 لوبس جوه بعض. وعرفنا اللوب ستيتمنت او الجمل التكراريه اللي هي جمله فور. بنقول له فور المتغير اللي هو بنسميه العداد، اللي بيغير القيم من القيمه الابتدائيه تو القيمه النهائيه، ستيب زياده في الترقيم. وفي الاخر بنكتب له جمله نيكست عشان نوضح له نهايه الجمل التكراريه. ان شاء الله نتناول الان الخيارات السلكشنز. عشان نفهم اهميه الخيارات، تعالوا ناخد مثال بسيط. عايزين نعمل برنامج على اساس المخرجات التاليه. يعني لو ادينا له زيرو يكتب لي زيرو، كتبنا له رقم موجب يكتب لي above زيرو، ادينا له رقم سالب يكتب لي below زيرو. وده خدنا عملنا البرنامج ده قبل كده، كان برنامج رقم 11. ادي البرنامج قدامنا. اول حاجه هندي رساله عشان يدخل القيمه، وندخل القيمه ونوصفها في نفس السطر، وخدنا ده قبل كده. هبدا اعمل شرط على الفاليو. لو الفاليو بزيرو هيكتب لي رساله ان هي بزيرو. لو هي مش بزيرو هيبدا يدخلني في شرط تاني خالص: هل هو اكبر من زيرو؟ لان لو هو مش بزيرو يبقى في عندي حالتين: اما اكبر من زيرو او اصغر من زيرو. لو اكبر من زيرو هيكتب لي بوزيتيف فاليو او اباف زيرو. ولو كان ما تحققش الشرط ده يبقى هو اقل من الزيرو، هيكتب لي نيجاتيف فاليو او بلو زيرو. واضح ان انا هنا عملت 2 اف جوه بعض. ممكن البرنامج ده اعمله بصوره اخرى، ان انا هدخل القيمه بتاعت الفاليو وهديله شرط اقول له if value equal 0 then وجواب الشرط. ودي مساله بسيطه، ان انا لما يكون عندي جواب شرط واحد مش لازم اكتبها على الصوره الستاندر اللي هي if then else and if. لا، ممكن اقول له if والشرط وذن وبعدين جواب الشرط، ومش لازم end if ما دام كل ده في نفس السطر. نفس القصه اديله شرط تاني اقول له if value اكبر من 0 then console.writeline positive values. ونفس الكلام if value اصغر من 0 then كذا. الميزه هنا ان انا حطيت الثلاثه اف جوه بعض ورا بعض. لو انا عندي 4 5 6 تفريعات هناك هتبقى العمليه صعبه جدا، اف جواها اف جواها اف جواها اف. لكن هنا بدي شروط كل شرط لوحده ومديله الاجابه الفردانيه بتاعته. وفي الاخر طبعا بنديله كونسول دوت ريد لاين عشان يوقف البرنامج. في عندنا اسلوب اخر افضل من كده، خصوصا لو كانت الخيارات كثيره او التفريعات كثيره. هو بنكتب له سيلكت كيس، ده امر في الفيجوال بيزك، وبنكتب له اسم المتغير اللي بيحدد على اساسه التفريعه.
وببدا اكتب له كيس والقيمه، واكتب الجواب في الحاله ديت، وكيس وكيس وكيس، وفي الاخر بقول له اند سيلكت. يبقى انا في عندي في الاول سيلكت كيس، وفي الاخر عندي اند سيلكت، وبينهم الكيسز اللي هي انا عايز اخدها في الاعتبار. تعالوا نشوف البرنامج اللي فات لو عملناه مره تانية، او نعمل برنامج اكبر منه شويه. انا عايز اعمل برنامج لو اديت له واحد هيقول لي 1، 2 يقول لي 2، 3 يقول لي 3، لو اكتر من كده او غير كده يقول لي نوت 1 2 اور 3. فهنيجي نقول له ندي له رساله عشان يبدا يدخل لنا الفاريبل، يقول له دخل لي الفاليو، واعمل دايمنشن، اوصف الفاليو از انتجر وادخلها في نفس الخطوه، وابدا اعمل بقى سيلكت كيس. سيلكت كيس طبعا لقيمه مين؟ الفاليو، وفي الاخر اند سيلكت اللي هي نهايه جمله التفريع. هاجي هنا اقول له كيس 1 لو الفاليو دي ب 1 كونسول دوت رايت لاين 1، كيس 2 كونسول دوت رايت لاين 2، كيس 3 3 كونسول دوت رايت لاين 3، كيس إلس ما سوى ذلك هيقول لي كونسول دوت رايت لاين نوت 1 2 اور 3. وفي الاخر طبعا هنديله جمله كونسول دوت ريد لاين عشان نوقف البرنامج. واضح هنا ان انا اديت له سيلكت كيس اسم الفاريبل اللي بيبدا يفرع نتيجته في عندي وادي له كل كيس وادي له جواب الشرط في حاله تحقق هذه الحاله. طب لو عايزين نعمل برنامج زي اللي فات بس معايا بدل ما عايز احط القيم من 5 ل 10، فممكن نفس الكلام هدي له رساله عشان يدخل الفاليو، وادخل الفاليو واوصفها، وابدا اعمل سيلكت كيس تبعا لقيمه الفاليو. هقول له كيس 1 كونسول دوت رايت لاين 1، كيس 2 3 4، او دي جديده ان انا ممكن في الكيس الواحده احط له كذا قيمه. يبقى احنا لو عندنا كيس فيها عده خيارات مع بعض ممكن نديها كوما، ونكتب له console دوت رايت لاين 2 3 اور 4. ممكن اقول له بقى 5 to 10، او دي برضو لو عندي رينج بقى مش هقعد اكتب له 5 6 7 8 9 10، لا اقول له 5 to 10. ده في كمان انا اقول له كيس اكبر من 10 وهو بيكتب از لوحده، يعني انا لو عندي كيس اكبر من فاكتبها له برضو اكبر من، يقول لي مور ذان 10. واضح من هنا ان انا كده عن طريق السلكت كيس ممكن ان انا احط حالات كتيره جدا، سواء كان حاله فرديه، حاله مجمعه، رينج، او شرط اكبر من او اصغر من. وطبعا في الاخر بنديله كونسول دوت ريد لاين عشان نوقف البرنامج. طبعا هنا لو ادينا له واحده يقول لي 1، ادينا له 3 هيقول لي 2 3 اور 4، ادينا له 8 هيقول لي الفاليو من الخمسه الى ال10، اديت له ال 12 هيقول لي مور ذان 10. السيكونس ترتيب شروط التوزيع مهمه جدا في السيلكت كيس. تعالوا نشوف مع بعض البرنامج اللي قدامنا ده، برنامج زي اللي فات بالظبط. هندخل له هيقول لي دخل الفاليو، دخلت له الفاليو، هيبدا يعمل سيلكت كيس عليها. لو اكبر من 10 هيقول لي مور ذان 10، اكبر من 100 يقول لي مور ذان 100، اكبر من 1000 هيقول لي اكبر مور ذان 1000. وفي الاخر طبعا جمله ريد لاين عشان نوقف البرنامج. البرنامج ده كتابه صح لكن عملا مش صح. تعالوا نشوف الريزلت كده مع بعض. لو انا اديته 11 يقول لي مور ذان 10، اديت له 101 يقول لي مور ذان 10، اديت له 1001 يقول لي مور ذان 10. ليه بقى؟ تعالوا نرجع نشوف كده البرنامج. لان هو هنا بيبدا ياخد الفاليو ويدخل على الشروط شرط شرط، لو شرط منهم اتحقق يطبق الجواب الشرط في حالته ويخرج بره الاند كيس. فلو اديته الاند الفاليو ب 101 هيجي يسال هنا هل ال 101 اكبر من ال 10؟ اكبر طبعا. يقوم يطبع لي الرساله دي، وبعد ما يطبعها ينزل الى الاند سيلكت. واضح ان هو مش هيعدي على الحاله الثانيه ولا الثالثه. ليه؟ لانه اتحققت من اول حاله. طب ايه الحل في الحاله دي؟ الحل بسيط جدا، ان هنعكس الترتيب. هنقول له الاول اكبر من 1000 الاول، واكبر من 100 بعديها، واكبر من 10 بعديها، بحيث لو انا اديت له 101 الفاليو، يعني لو انا بدخل هنا في جمله الريد دخلت ال 101 هيبدا يسال هل هي اكبر من 1000؟ لا،
يوم ما يطبعش دي. هل هي اكبر من 100؟ نعم، يوم يطبع لي الرساله دي. وطبعا بمجرد ما يطبع الرساله دي واتحققت، هينزل للسلكت كيس ومش هيعدي على جمله اكبر من 10 عشان يطبع لي الجمله الخطا اللي هي مور ذان 10. يبقى من هنا مهم جدا ان احنا الترتيب بتاعنا نكون حاطين الترتيب السبيسيفيك وبعدين المور جنرال، يعني الحاله السبيشال، الحاله الخاصه، وبعدين نتوسع بحيث اكبر من 1000 دي سبيشال كيس، اكبر من 100 دي جنرال، مور جنرال عنها، اعم منها. ليه؟ لانها تشمل جواها الاكثر من 1000، وبرضه الاكثر من 10 تشمل جواها الاكبر من 100 والاكبر من 1000. وده اللي حصل معانا، ان انا هو بدا يشتغل صح. 213 يقول لي مور ذان 10، 101 مور ذان 100، 1001 قال لي مور ذان 1000. الكومبلكس سيكونس ممكن الترتيب يكون اكثر تعقيدا زي المثال اللي قدامنا ده، بس ما دام ماشيين بنفس اللي احنا بنقول عليه. قلت له اكبر من 100، اكبر من 50، 1 او 11، 2 تو 50. نلاحظ ان ال 11 انكلودد هنا، بس مش مشكله ما دام جت الاول وبعدين جت في حاجه اعم. لو كانت 11 هيطبع لي الرساله دي ومش هيعدي على الحاله اللي معانا دي. نفس القصه زيرو، من ناقص 50 لناقص 1، واصغر من 100 واصغر من 50. واضح ان الشروط بتاعتنا عماله تبقى مور جنرال كل ما طلعت قدام. طبعا هي هنا البرنامج شغال زي المثال اللي فات، لكن بطريقه اخرى، ان هو عرف متغير اسمه انفو واز سترينج، متغير حرفي، وبيكتب جواه الرساله كل مره، وفي الاخر خالص في نهايه البرنامج بيطبع الرساله حسب الحاله اللي هو دخل فيها. هندخل ان شاء الله على موضوع مهم جدا اللي هو المصفوفات، الريز. تعالوا نشوف مع بعض لو حبينا نعمل برنامج على الاساس التالي. عايزين نعمل برنامج يسال، يقول لي value 1 اقول له 10، value 2 يقول لي 20، value 3 ادي له مثلا 30. كل دي طبعا مدخلات اللي باللون الاحمر ممكن تتغير، بدل ما هو 10 و20 و30 اقول له 10 5 70 زي ما يكون. يروح هو في النهايه مديني المجموع بتاع الارقام الثلاثه اللي انا دخلتها له. هيتم الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف حضراتكم مع بعض. اول حاجه هنوصف ثلاث متغيرات، value 1 value 2 value 3، وهنوصف متغير اسمه sum. هنبدا ندي رساله للمستخدم value 1 عشان يبدا يدخل لي value 1 واخزنها في المتغير اللي اسمه value 1، واجمعها على sum. ونقف هنا شويه. انا بمجرد ما قلت له dim sum as integer فهو كده عرف المتغير sum واداله قيمه ابتدائيه بزيرو. باجي هنا اقول له sum زائد تساوي value 1. الجمله دي عامله اول مره نشوفها، الجمله دي عامله زي ما اقول له sum بتساوي sum زائد value 1، بس اختصارا بنكتب له sum plus equal value 1، معناها اجمع على الsum قيمه value 1. فالsum كانت بزيرو، هيجمع عليها value 1 هتبقى sum بقيمه value 1. هبدا اقول له دخل لي لو سمحت value 2 وبديها له برساله وادخلها واجمعها على sum. يبقى sum دلوقتي هيبقى فيها value 1 وvalue 2. بعد كده هبدا ادخل، اقول له اديله رساله واقول له دخل لي value 3، يبدا يدخل لي value 3 واجمعها على sum. دلوقتي انا خلصت ادخال وتجميع الثلاث ارقام. هبدا اكتب على الشاشه value 1 وعلامه زائد value 2 وعلامه زائد، وناخد بالنا ان احنا بنكتب console دوت رايت مش رايت لاين، لان احنا عايزين نطبعهم كلهم في نفس السطر. value 3 وعلامه تساوي وصم، ونوقف البرنامج بجمله read line. واضح ان البرنامج ده كده هيقرا الثلاث ارقام ويجمعهم ويطبعهم لي بالترتيب اللي احنا عايزينه. لو تخيلنا ان احنا حبينا نعمل برنامج لجمع 30 رقم، هل ينفع بنفس الطريقه؟ هيبقى صعب جدا، لان انا هاجي في جمله الدم فوق هنا وهوصف 30 متغير، والحته دي نلاحظ الحته دي متكرره 3 مرات عشان عندي 3 ارقام هكررهم 30 مره. ونفس الكلام الحته دي عماله تتكرر زائد والقيمه، فهنقعد نكررها برضه 29 مره، فهتبقى العمليه صعبه جدا. تعالوا نشوف لو حبينا نعملها بطريقه ثانيه عشان نتغلب على موضوع التوصيف بتاع الارقام الكتير. في عندنا جمله اسمها دم،
بتاعتنا اللي احنا بنوصف بيها. لو قلنا له values وبين قوسين كتبنا رقم، فاللي بيحصل ان هو بيعتبر ان بيجي في الذاكره ويحجز اماكن، يقول لي values 0 values 1 values 2. يبقى لما اقول له values 2 بين قوسين 2، فبيحجز 3 اماكن في الذاكره بنفس الاسم اللي هو values. طب بيفرق ما بينهم ازاي؟ ان هو بيحط بين قوسين مره 0 ومره 1 ومره 2. يبقى دي اول ملحوظه عندنا، ان احنا بدل عشان نعالج موضوع التوصيف الكتير، بدل ما اقول له ديم فاليو 1 فاليو 2 فاليو 3 4 5 6 7 8 لغايه 30 توصيف كتير جدا، لا ده بسهوله جدا هقول له ديم فاليوز وبين قوسين احط الرقم اللي انا عايزه، اللي هو العدد اللي انا عايزه. بس نفتكر ناخد بالنا ان هو بيعمل دايما مخزن باسم زيرو، وهنتعرض له بالتفصيل ان شاء الله كمان شويه. يبقى لما قلت له ديم فاليوز 2، الراجل حجز 3 اماكن في الذاكره. طبعا لو عايز 30 هكتب له بين قوسين 30 40 زي ما انا عايز. هنبدا نشتغل زي اللي فات بالظبط، ديم سم از انتجر، وهندي له رساله فاليو 1 ونخزن اول رقم في الفاليو 0 اللي هو ده ونجمعه. وبعدين هنيجي تاني نقول له دخل القيمه الثانيه، بس هنخزنها بقى في الفاليوز، مش فاليوز 0، فاليوز 1 في المخزن الثاني ونجمعه. ونفس القصه هندخل برضو المتغير الثالث ونخزنه في الفاليوز 2 ونجمعه، ونبدا نكتب الجمل بتاعتنا عادي خالص زي البرنامج اللي فات. فالواضح هنا ان الفرق بين البرنامج ده والبرنامج اللي فات ان انا اختصرت جمله التوصيف، بدل ما كنت هكتب ديم مرات كتيره جدا، لا ده انا هنا حجزت في خطوه واحده عده مخازن او عده فاريبلز اقدر ادخل فيها واحسب منها. واضح طبعا ان هنا فاليو 1 خزنتها في القيمه 0 في الاندكس 0، والفاليو 2 خزنتها في الاندكس 1، والفاليو 3 الفاليو الثالثه خزنتها في الاندكس 2. فانا هنا عندي 3 مخازن او 3 فاريبل 0 1 2 خزنت فيهم الثلاث قيم بتاعتي. ممكن طبعا واضح جدا ان هنا لازالت مشكله موجوده عندنا، اللي هي موضوع التكرار، ان ده اتكرر ادي مره 2 3. لا احنا ممكن نعالج التكرار ده عن طريق فور ونكست. هنشوف البرنامج هنعمله ازاي. ديم فاليوز 2 بين قوسين 2 از انتجر عشان يحجز 3 اماكن، وهنقول له ديم سم از انتجر، وهنوصف متغير اسمه اندكس از انتجر. هنبدا عايزين ندخل، بدل ما ندخل كذا مره هقول له ديم اندكس من 0 الى 2، بحيث ان انا عايز، انا شفت انا في عندي حته كانت متكرره، الحته دي متكرره 3 مرات، فليه اكررها 3 مرات؟ طب ما اديها جمله فور ونكست تعالج لي هذا التكرار. وده اللي حصل، ان انا هقول له كونسول دوت رايت لاين بين دبل كوتيشن فاليو، واطبع له قيمه الاندكس زائد 1 وعلامه استفهام. طيب ليه قلت له اندكس زائد 1؟ لان الاندكس هنا بتتغير من 0 الى 2. انا مش عايز يقول له دخل لي الفاليو 0 1 2، لا انا عايز اقول له دخل لي الفاليو 1 2 3. فدايما اللي انا بطبعه اكبر من الاندكس بواحد، فعشان كده قلت له هنا اطبع لي اندكس زائد 1. وابدا اقول له الفاليوز بتاعت الاندكس اللي هي 0 1 2 اديها لي بالكونسول دوت ريد لاين، وهقول له sum بلس بتساوي values index. يبقى هو كده الراجل بدأ يدخل لي، هيلف 3 لفات. اول لفه هيكتب لي على الشاشه اللي دخل لي الفاليو الاولانيه ادخلها له، يقوم يخزنها في الاندكس 0 في الفاليو 0 ويجمعها ويلف اللفه الثانيه والثالثه. طب عايزين نطبع، سهله جدا، هنبدا نكتب له اول حاجه الفاليو 0 لوحدها، وهنعمل فور ونكست نكتب له علامه زائد والفاليو، وفي النهايه بعد اللفتين هكتب له رايت تساوي وقيمه الصم واوقف البرنامج. تعالوا مع بعض نعمل البرنامج ده. كونسول ابلكيشن 26. هنيجي هنا نقول له ديم values 2 as integer dim sum as integer dim index as integer. عايزين نبدا ندخل،
هنقول له for index بتساوي 0 2 2. هنكتب 3 جمل. console دوت رايت لاين، احنا عايزين نكتب له كلمة value، تعالوا كده نكتب index بس، مش index زائد واحد، ونشوف ايه اللي هيحصل. وبعدين علامة استفهام. هنبدأ ندخل له في ال values of index، هندخل اقول له دي بتساوي console دوت read line، بحيث يبدأ يدخلها لي، وهقول له sum زائد تساوي ال values of index. بعد ما خلصنا هنقول له console دوت رايت بس، مش رايت لاين. هنطبع مين؟ هنطبع values of 0، وبعدين نبدأ نعدي بقى for index بتساوي 1 2 2. هنبدأ نكتب له console دوت رايت علامة الزائد، ونفس الكلام برضو console دوت رايت قيمة ال values of index. وهنيجي هنا هنكتب له console دوت رايت علامة تساوي، وهنيجي هنا نقول له console دوت رايت قيمة السم، وما ننساش نحط له الجملة اللي بنوقف بيها البرنامج اللي هي console دوت read line. تعال نحفظ البرنامج ده ونشغله. جه قال لي دخل لي فاليو 0، وده اللي احنا قلنا عليه، ان انا هنا قلت له اندكس بس، كان المفروض اقول له اندكس زائد واحد عشان يديله. تعالى نشغل البرنامج، نقول له 1 4 6، راح قايل لي 1 زائد 4 زائد 6 تساوي 11. لو انا عايز اظبط البرنامج هقول له هنا زائد 1. تعالوا نشغل البرنامج ده كده خطوه خطوه ونشوف ازاي هيشتغل. اول حاجه راح معدي على فاليو 2، فراح نلاحظ ان هنا فاليوز حط لي بين قوسين لينث 3، ولو دوست على علامه الزائد دي طلع لي فاليوز 0 1 2 كلهم بصفار. طيب هيبدا دلوقتي ياخد الاندكس القيمه الابتدائيه بزيرو، ويبدا يطلع لي على الشاشه فاليو 1، ويطلب مني ادخلها له. هدخل له مثلا قيمه 6 وانتر. نلاحظ لو بصينا مع بعض هنا ان فاليوز اللينس بتاعها 3، الاندكس القيمه الزيرو، القيمه الاولى بتاعتها اللي هي بزيرو، اللي هي زيرو ب6، وبقيه القيم لسه بزيرو لانها لسه ما دخلتش. ونلاحظ ان الصم بزيرو. هنبدا دلوقتي ندخل على جمله، التجميع. صم بقت ب6. هيلف اللفه الثانيه، الاندكس بقت بكام؟ بقت بواحد. هيطبع لي على الشاشه الفاليو رقم 2 بكام؟ اروح انا مدخلها له مثلا ب7 وانتر. الاقيه راح مخزنها جوه القيمه الثانيه ويبدا يجمعها. فهلاقي ان الصم بقت ب 13، يعدي اللفه الثالثه ويكتب لي على الشاشه الفاليو الثالثه بكام؟ اقول له مثلا ب5. راح الراجل واخدها ومخزنها جوه القيمه الثالثه وهيبدا يجمعها. خلاص خلص اللفه. يبدا يجي هنا بقى هيكتب لي قيمه values of 0 اللي هي ب6، ويبدا يلف يحط لي علامه زائد ويطبع لي القيمه رقم 1، ويلف كمان لفه يحط لي علامه زائد والاندكس اللي هي بقت ب2 يطبع لي القيمه الثانيه اهو كده. خلص طباعه، هينزل وخلص لف، هيطبع لي قيمه علامه تساوي وقيمه الصم بتاعنا، ويبقى كده ادانا الشكل اللي احنا كنا عايزينه.
واضح ان البرنامج ده برنامج ظريف قدرنا ان احنا نختصر بيه الوقت والمجهود. طب لو حبينا نعمل البرنامج ده يجمع لنا اي عدد من الارقام، هل ينفع؟ بسيطه جدا، بس الفارق بدل دي ما هي 2 تبقى 30 لو عايزين نجمع 30 رقم، وبدل ده ما هي دي لغايه 2 تبقى 30، ونفس القصه هنا تبقى دي 30. يبقى البرنامج هو نفس البرنامج، مش هنقعد نزود ارقام، هنغير في الارقام بس. طب تعالوا نشوف كده لو حبينا نعمل البرنامج ده بطريقه اظرف ويكون مور جنرال، برنامج عام. اول حاجه يدينا رساله يقول لي كاونت اوف فاليوز، انت عندك كام رقم عايز تجمعه، يدخله ويخزنه لي في حاجه اسمها كاونت، بدل ما نقول 30 او 20 لا انا اخليه برنامج عام. بعد كده باجي اوصف الفاليوز بقد عدد الكاونت، وابدا اعمل sum، اوصف sum اللي انا هجمع فيها، وابدا اوصف اندكس ده المتغير اللي انا هعمل عليه فور، وابدا اقول له غير لي الاندكس، اعمل لي فور كرر الاندكس من 0 الى كاونت ناقص 1، عشان لو قلت لك هنا انا قلت هقول لك اديك رساله اقول لك عدد الارقام كام تقول لي 10، يبقى انا المفروض اتغير من 0 الى 9. وهبدا ادخل الفاليو زي ما اتفقنا قبل كده برساله وابدا اجمعها. طيب عايزين نطبع الفاليو 0 بتطبع لاول لوحدها من غير تكرار، وبعدين ابدا اكرر من 1 الى كاونت ناقص 1، هيطبع لي علامه الزائد ويطبع لي القيمه بتاعته، وبعد ما يخلص اللف هيطبع لي علامه تساوي وصم ويخلص البرنامج ويقف. واضح ان البرنامج ده عام جدا، يقدر يجمع اي عدد من الارقام ويطبعهم لي على الشاشه. من الملحوظات المهمه اللي عايزين نوضحها ان انا لما قلت له هنا dim values count، لو انا كنت مدخله الكاونت ب 10 يبقى هو هنا هيكون حجز 11 مكان، 11 مكان. ما لما كنت بقول له هناك dim value 2 كان بيحجز 3 اماكن، فانا هنا لما اديله كاونت المفروض هيحجز لي كام مكان؟ هيحجز لي 10 11 مكان، لو قلت له الكاونت ب 10 هيحجز لي 11 مكان. بس انا كده الفاليوز القيمه ال 11 اللي هي رقم 10 انا اهملتها، وده اسلوبين، اما ان انا اشتغل الشغل بتاعي من 0 الى كاونت ناقص 1، او اشتغل من 1 الى كاونت واهمل، يعني انا دلوقتي عندي 11 مخزن، المخزن الاولاني اللي هو الزيرو والمخزن الاخير رقم 10، دول 11 مخزن، فانت عايز 10 بس، اما انك تهمل الاخير وتشتغل الشغل بتاعك من القيمه 0 للقيمه 9، او تهمل الاولاني وتشتغل الشغل بتاعك من القيمه 1 للقيمه 10، وده هيبان في البرامج الجايه ان شاء الله. عايزين نعمل برنامج يملى لي مصفوفه فيها 5 ارقام، اليوزر يدخلها وبعدين يطبعها لي بترتيب عكسي. ازاي؟ يعني هيسال اليوزر يقول له value 1 value 2 value 3 4 5، يدخلهم اليوزر، يروح هو طابع له يقول له الاليمنت الخامس اللي هو متخزن في الاندكس الرابع قيمته بتسعه، ونفس الكلام الاليمنت الرابع والثالث والثاني والاولاني يطبعهم لي بالترتيب العكسي اللي انا دخلت له بيه. ببساطه جدا هنقول له dim count as integer بيساوي 5، والupper bound اللي هي اقصى قيمه تبقى count ناقص 1، وهنعمل dim لvalues upper bound بحيث ان انا هنا قايل له ان انا عندي 5، فانا هقول له dim values 4 بحيث ياخد لي 5 اماكن من 0 ل 4. وهنوصف متغير اسمه index، وهنبدا نعمل for عشان ندخل القيم من 0 الى الابر باوند، وهنبدا نكتب له console.write، ناخد بالنا احنا قايلين له رايت مش رايت لاين عشان يبقى كله في نفس السطر. هنيجي نقول له value index زائد 1 ونقطتين، وندخلها الى الفاليوز اوف اندكس عن طريق الريد لاين. يبقى احنا كده هنبدا ندخل الارقام بتاعتنا، يلف 5 لفات ويدخل لي ال5 ارقام. طب انا عايز اطبعهم بترتيب عكسي، سهله جدا، هنعمل فور اندكس من الابر باوند تو 0 ستيب ناقص 1، وكنا خدنا دي قبل كده ان انا ممكن اعمل ستيب ناقص 1 بتعمل بحيث تشتغل لي تنازلي، وابدا اطبع الارقام اللي عندنا. هقول له الاليمنت اللي هو رقم اندكس زائد 1 المتخزن، ناخد بالنا ان دي كده علامه دي بين طب الكوتيشن يوم تطبع على الشاشه، المتخزن في الاندكس من غير زائد 1 قيمته بكذا.
يبقى هو كده الراجل دخل لي القيم بتاعتنا بترتيب وطبعها لي بترتيب عكسي للي هو دخله. عايزين نعمل برنامج يدخل لي عدة ارقام، يسألني الاول يقول لي انت عندك كام رقم؟ قلت له 3، يدخل له 3 ارقام، يروح مطلع لي الهايست فاليو بكام، وهي العنصر نمرة كام، وفي الاندكس رقم كام. قلنا قبل كده الاندكس ده هو الرقم اللي بيخزن جواه المتغير داخل المصفوفه، بحيث ان احنا عندنا المصفوفه زي ما قلنا بيبتدي من اندكس 0 الى الرقم اللي انت بتقول له عليه. فده اللي هيحصل، هنكتب لليوزر نقول له كاونت رساله بحيث يدخل لي الكاونت بكام، واخزن اليوزر هيدخله في متغير اسمه كاونت. هبدا اقول ان الابر باوند بتاعتنا بالكاونت ناقص 1، ونحجز في مصفوفه اسمها الفاليوز بالابر باوند، وهبدا اوصف متغير اسمه اندكس وهايست فاليو اندكس. هنبدا نلف على العناصر عنصرا عنصرا. اول حاجه هدي رساله للمستخدم اقول له دخل لي الفاليو الاولى الثانيه الثالثه، مش الزيرو بقى، احنا بنزود واحد زي ما قلنا قبل كده عشان ندخل الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. طيب هيبدا كل ادخل الفاريبل عن طريق الريد لاين واخزنها في الفاليوز اوف اندكس، وهبدا هنا اعمل تشيك بسيط، هقول له لو الفاليوز of highest value index اصغر من الفاليوز اوف اندكس، يعني لو القيمه اللي انا مدخلها لك دلوقتي اكبر من القيمه اللي انت متخيل ان هي اكبر قيمه، اعمل ايه؟ خلي الهايست فاليو اندكس هي الاندكس الحالي. هنكتب البرنامج ده ونفهم الحته دي مع بعض. طيب في الاخر هيكتب له ان الهايست فاليو هي كذا، والاندكس متخزنه في الاليمنت رقم كذا، والاندكس رقم كذا. تعالوا نشوف البرنامج ده مع بعض ونكتبه. ابلكيشن رقم 29. هنيجي هنا نقول له console دوت رايت بس عشان يدخلها في نفس السطر. هنقول له number of counts بحيث بديله رساله ان هو يدخلها لي، وهبدا اوصف متغير اسمه count as integer، وده هيجي ياخد قيمته منين؟ عن طريق console دوت read line. هبدا اوصف متغير جديد اسمه upper bound as integer، وده بياخد قيمه الكاونت ناقص 1. هبدا اوصف المصفوفه بتاعتنا اللي هي بتاعت الفاليوز عن طريق الابر باوند as integer، هنوصف متغيرين تانيين، واحد اسمه الاندكس وده المتغير اللي احنا بنغيره، وهنوصف متغير تاني اسمه highest value index. الاثنين هنوصفهم ان هم متغيرين انتجر. هنبدا ندخل دلوقتي، عايزين نبدا ندخل الفاريبلز. هنقول له for index بتساوي 0 to upper bound. هنبدا جوه اللوب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنديله رساله عشان يدخل المتغير بتاعه، يبقى console دوت رايت هيكتب له value number، ويطبع لنا كمان قيمه الاندكس زائد 1 عشان ما يطبعليش الزيرو، ونديله نقطتين بحيث يبقى المنظر ظريف. طيب المتغير اليوزر هتطلع له الرساله دي، هيبدا يدخل القيمه دي خزنها فين؟ في values of index هتساوي console دوت read line.
طيب اليوزر بعد ما دخل القيمه، انا عايز في اثناء اللفه بتاعه الادخال اعمل تشيك على اكبر قيمه، هقول له if values of highest، ناخدها كوبي من فوق، الفاليو اصغر من الفاليوز بتاعه الاندكس، then الهايست اندكس هو نفسه الاندكس. كده احنا ايه، خلصنا اللوب بتاعتنا. هنبدا نخرج ونقول له console dot write line the highest value is. طب الهايست فاليو، انا هنا ما خزنتش الهايست فاليو، انا خزنت الهايست فاليو اندكس، يعني خزنت اكبر قيمه موجوده في انهي مخزن من المخازن بتاعت الفاليوز، فهطبع له قيمه الفاليوز اوف اندكس، كوبي وبيست. طيب وهنقول له at the element number ونطبع له قيمه بقى الايه، الهايست اندكس زائد واحد، زائد واحد. هنيجي طبعا في الاخر خالص نكتب له console دوت read line. تعال نحفظ البرنامج ونشغله. في ايرور موجود، دي as integer المفروض. نحفظ البرنامج ونشغله، برضو في مشكلة في قوس عايزينه، في قوس في نهاية، لان جملة console.writeLine لازم في اخرها في قوس. نحفظ ونشغل. الحمد لله مفيش ايرورز. قال لي انت عندك كام رقم؟ اقول له 4. دخلهم لي 2 5 3 3 1. قال لي اكبر قيمه بتاعتك 5 اللي انت دخلتها في المره الثانيه. تعال نشغل البرنامج ده ستيب باي ستيب ونشوف هيعمل معانا ايه بسرعه. عن طريق في 10 اديني رساله على الشاشه، قال لي انت عندك كام رقم؟ اقول له 4. طيب بدا يوصف عندنا متغير اسمه upper bound، وفتح لنا values طولها ب4، لان اللي انا قلت له ان الكاونت عندنا ب4، فهو ان الابر باوند ب3، فلما قال له فاليوز 3 راح حاجز 4 اماكن 0 1 2 3. ماشي. هيبدا هنا يعدي علينا واحده واحده، يقول لي دخل لي القيمه الاولانيه، اقول له ب2. نقف هنا بقى. الاندكس فاليو، الهايست فاليو اندكس بزيرو لان لسه ما دخلتش، هي انا وصفتها بس فواخده قيمه 0. فبيساله هل الفاليوز اوف 0 اصغر من الفاليوز اوف 0؟ هل الفاليوز اوف 0 اصغر من الفاليوز اوف 0؟ لا طبعا مش متحققه، فهيعدي الجمله دي وما ينفذهاش، مش مشكله. يبقى هو دلوقتي الاندكس بتاعتنا الهايست فاليو اندكس بزيرو زي الاندكس العاديه. في اللفه الثانيه بقى الاندكس بقت بواحد. تعال نشوف مع بعض. هيطلب منا دخلها له، دخلها له مثلا ب5. هيسال هنا هل الفاليو بتاعت الهايست فاليو اندكس، ما هو الهايست فاليو اندكس بزيرو، فهل الفاليوز اوف زيرو اللي هي ب2 اصغر من القيمه الحاليه الهايست فاليو في 1؟ اصغر. يبقى هيعمل ايه الراجل؟ هيروح داخل جوه اللوب ويعتبر ان اكبر اندكس متخزن فيه قيمه هو الواحد، وده منطقي جدا. طب هيلف كمان لف، يقول لي دخل الرقم الثالث، اقول له 4. فهيسأل سؤال الهايست فاليو اندكس، الهايست فاليو اندكس اللي هي عندنا بواحد، اللي هو المخزن اللي فيه اكبر رقم حتى الان، ماشي. بيقارنوا بالقيمه الحاليه اللي هي اللي انا لسه مدخلها، هل المخزن اللي متخزن فيه اكبر فاليو اصغر من القيمه الحاليه؟ لا مش اصغر،
ده اكبر، يقوم ما ايه، ما يعديش على جواب الشرط، يدخل ياخد القيمه اللي بعديها. تعال نكتب له مثلا 7. هيبدا يشوف هل الفاليوز اللي متخزنه في الهايست فاليو اندكس، ما هو قبل كده كان عنده ان اكبر رقم متخزن في نمره 1، بيقارنه بالرقم اللي انا لسه مدخله اللي هو الفاليوز اوف اندكس. هل اكبر قيمه اللي كانت موجوده معاك اصغر من القيمه اللي لسه مدخلها؟ اصغر. يقوم يدخل يغير الاندكس بتاع الهايست فاليو، يخليها بالاندكس الحالي، بحيث ان هو دايما الهايست فاليو اندكس بيخزن فيه بس الرقم الاندكس بتاع اكبر قيمه موجوده عندي. الراجل كده خلص اللوبس، هيطبع لي على الشاشه يقول لي ان اكبر فاليو دخلت هي 7 اللي هي كانت الرقم الرابع. هندوس F5 ونكمل البرنامج بسهوله جدا. واضح لنا ازاي ان احنا بنطبق البرنامج بتاعنا ان شاء الله. طيب في بقى شويه برامج سريعه. بيقول لي املى مصفوفه ب10 عناصر بفاليوز من 10 الى 1. يعني في الاندكس 0 هنكتب 10، في الاندكس 1 هنكتب 9. واضح طبعا ان كل رقم من دول بيساوي 10 ناقص الاندكس. يعني لو قلنا 10 ناقص 0 ب 10، 10 ناقص 1 ب 9، 10 ناقص 2، وهنشوف الكلام ده. بيقول لي استخدم بس متغيرين 2 فقط، وابدا اطبعهم لي على هذا الاساس. قول ان الاليمنت الاولاني اللي متخزن في الاندكس 0 ب 10، وهكذا. بسهوله جدا هنوصف متغير اسمه values ب9، وفاليو فاريبل تاني هنوصفه اسمه index. هناخد الاندكس من 0 الى 9، وهنبدا نحط قيم الفاليوز اوف اندكس بتساوي 10 ناقص الاندكس، ودي المعادله اللي احنا استنتجناها من شويه. ونبدا نكتب على الشاشه بتاعتنا ان الاليمنت اللي هو الاندكس زائد 1 المتخزن في الاندكس قيمته بكذا، ويطبعهم لي على الشاشه. طيب نفس الكلام برضو عايز يملى مصفوفة 10 عناصر بالقيم دي. واضح طبعا العلاقة هنا بينهم ان الفاليو بتساوي الاندكس زائد 1، وبعدين يطبعهم، وبعدين يستبدل العناصر بترتيب عكسي. يعني بدل ما هم 1 لغاية 10، من 10 إلى 1، ويطبعهم مرة تانية، بحيث يطبعهم مرة الأولانية زي ما وصفهم، ويطبعهم المرة الثانية بعد ما عكسهم. بسهولة جدا هنبدأ نعرف كاونت ب10، والابر باوند بكاونت ناقص 1، ونوصف متغير اسمه values على هيئة مصفوفة، والاندكس، ونبدأ نملى عن طريق فور اندكس. نقول له ان الفاليوز اوف اندكس بتساوي اندكس زائد 1 زي ما شفنا مع بعض، ونبدأ نطبعهم عادي خالص. هنطبع نقول له ان الاليمنت اللي في الاندكس زائد 1 اللي هو اصلا في الاندكس اندكس بيساوي الفاليوز. طب عايزين نبدا نعكس الترتيب، سهله جدا. هنوصف متغير اسمه باك اب، ونبدا نلف على العناصر ان احنا هنبدل العنصر الزيرو بالتاسع. فطبعا عشان نبدل مخزنين ببعض لازم نحط مخزن وسيط، بحيث ان انا عايز ابدل الاثنين دول مكان بعض. هحط ده هنا، واحط ده هنا، واحط ده هنا. يبقى انا بالخطوه دي كده في الثلاث خطوات دول بدلت، وده اللي حصل هنا، ان انا باخد قيمه الاند الفاليوز اوف اندكس واخزنها في الباك اب. الفاليوز اوف اندكس باخد القيمه العكسيه بتاعتها، والقيمه العكسيه بتاعتها بديها قيمه الباك اب، وببدا اطبعها عندنا. نفس الكلام برضو عايز برنامج يملى العناصر دي، ويعمل شيفت ليها ناحيه الشمال بخانه واحده، ويطبعهم مره ثانيه. واضح ان انا عشان املى هقول له ان الاند الفاليو بتساوي اندكس زائد 1، عايزين نزحزحها ناحيه الشمال بخانه واحده. طبعا بسهوله جدا برضو نفس اللي فات، هنوصف الفاريبلز الفاليوز، ونبدا نحط القيم فيها عن طريق المعادله اندكس زائد 1، ونطبعها. وبعدين عايزين نزحزحها ناحيه الشمال، برضو هناخد فاريبل اسمه باك اب، واحتفظ بيه بالقيمه 0، وابدا اقول له ان الفاليوز اوف اندكس بتساوي فاليوز اوف اندكس زائد 1، بحيث يسحب لي القيم ناحيه الشمال بواحد، واخر قيمه عندنا هنحط فيها قيمه الباك اب، واطبعهم زي ما شفنا قبل كده. برضو مثال تاني هيملى
مصفوفة بقيمة، هيملى مصفوفة تانية بقيمة أخرى بريفيرس، بحيث ان في مصفوفه في الاول هيخزن فيها الارقام من 1 ل 10، ومصفوفه ثانيه هنخزن فيها الارقام من 10 ل 1، وهيبدا يعمل مصفوفه ثالثه يخزن فيها الارقام الاعلى. يعني هنا 1 وال10 مين الاعلى؟ ال10. هنا 4 و7 مين الاعلى؟ ال7. هنا 9 و2 مين الاعلى؟ ال9. طبعا بسيطه جدا، ويطبع الثلاث مصفوفات بسهوله جدا. هنوصف كل مصفوفه منهم. طبعا وصفنا ثلاث مصفوفات، وصفنا والثلاث مصفوفات. هنبدأ المصفوفة الأولى نملى القيم بتاعتها، المصفوفة الثانية هنملى بقى ونطبعها، المصفوفة الثانية هنملى القيم بتاعتها عن طريق كاونت ناقص اندكس ونطبعها. المصفوفة الثالثة بقى هنبدأ نحسبها عن طريق شرط. هل الفاليو بتاعت الفاليوز 1 اكبر من الفاليوز 2؟ لو كان الفاليوز 3 حط فيها الفاليوز 1، والا خلي الفاليوز 3 بتساوي الفاليوز 2 وابدا اطبعها لنا مره ثالثه. واضح جدا ان احنا في تعاملنا مع المصفوفات لازم نتعامل سواء في الادخال او في المعالجه او في الحسابات او في الطباعه لازم عن طريق فور ونكست. برضو دي مصفوفة عايز بس فيها حسابات معقدة شوية، عايز يعمل مصفوفة ويملاها بالفبريكانسي نمبرز. ايه الفبريكانسي نمبرز؟ هي اللي قدامنا دي بتتحسب ازاي؟ اول قيمتين بواحد، القيمة بعد كده اي قيمة بتبقى مجموع الرقمين اللي قبليها. يعني هنا الاثنين دي مجموع الرقمين دول، وهنا الثلاثة مجموع الرقمين دول، الخمسة مجموع الرقمين اللي قبلها، الثمانية مجموع الرقمين اللي قبلها، ال13 مجموع الرقمين اللي قبلها. هنعمل البرنامج ده بسهوله جدا، بحيث انك هو يسالك انت عايز كام رقم، وبعدين يطبع لك الفبريكانسي نمبرز على قد عدده. اول حاجه هنسالك انت عايز عدد كام. طيب، ونقراه من على الشاشه. لو العدد ده اصغر من 0 يديله رساله يقول له ايرور مينيمم كاونت 1. طيب لو كان العدد ده مش اقل من او يساوي 0 هياخد ابر باوند بكاونت ناقص 1 عشان يحجز المصفوفه بتاعت الفبريكانسي نمبرز زي ما اتعودنا قبل كده، وهيبدا يوصف متغير اسمه اندكس هيلف عليه، او الفابريكانسي نمبر بزيرو. لو الكاونت بتاعتنا اكبر من 1 هيبدا ياخد الفابريكانسي 1 بواحد الاول، بحيث اول رقمين احنا زي ما قلنا بنخزنهم بوحيد، ويبدا يلف على بقيه الارقام ويحسب يقول ان الفابريكانسي نمبر اوف اندكس بيساوي اللي قبليه زائد اللي قبل اللي قبليه، اللي قبليه زائد اللي قبل اللي قبليه، ويبدا بعد كده يطبعهم لنا بعد كده بسهوله جدا الفابريكانسي نمبرز. اخر مثال هناخده ان شاء الله ان احنا عايزين نعمل مصفوفه ثنائيه الابعاد. كل المصفوفات اللي احنا خدناها كلها قبل كده كانت 1 دايمنشن اتجاه واحد، عايزين نعمل مصفوفه 2 دايمنشن، بحيث ان كل رقم فيها يبقى هو عباره عن حاصل ضرب الاندكسز بتاعه الكولوم والرو. زي ما الصوره قدامنا دي، يعني ده العمود الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، وده الصف الاول الثاني الثالث الرابع. لو بصينا هنا نلاقي ده 6 لانه حاصل ضرب الصف الثالث، الصف رقم 3 في العمود رقم 2. بسهوله جدا هنقول له نديله رساله يدخل لنا الرو كاونت وندخلها، نقول له دخل لنا الكولوم كاونت وندخلها برضه في متغير اسمه كولوم كاونت، ونبدا نوصف مصفوفه اسمها values row count وكولوم كاونت. هنبدا نحسب المصفوفتين عن طريق 2 لوب، لان المصفوفه 2 دايمنشن فلازم يكون في لوب عشان تغير الصفوف، ومصفوفه كمان ولوب ثانيه تغير العمدان. هنبدا نقول له ان الفاليوز اوف اي وجي بتساوي حاصل ضرب الاي في جي، بحيث ان الاي بتتغير من 1 ل 5 مثلا، والجي بتتغير من 1 ل 7. يبدا يقول لي الفاليوز اوف 1 و1 بتساوي 1 في 1، الفاليوز اوف 1 و2 وهكذا. عايزين نطبعهم بسهوله جدا. هنبدا برضو 2 لوب نطبع قيمه الفاليوز اوف اي وجي. نلاحظ ان احنا هنا بنطبع كلمه رايت مش رايت لاين عشان يطبع لي كلهم مع بعض في نفس السطر، بس عشان اقطع ما بين كل صف وصف هاجي هنا واكتب له كونسول دوت رايت
لاين. تعالوا نشوف البرنامج ده نعمله مع بعض بسرعه ونشوف. ناخد بالنا ملحوظه مهمه ان احنا الفور هنا كلها باديه من 1، واحنا هنا متبعين الاسلوب الثاني. احنا قلنا قبل كده ان انا لما بقول له دم الفاليوز اوف 11 اوف 10 بيحط لي 11 رقم من اول اندكس 0 لغايه اندكس 10. ممكن واحد يهمل 10 ويشتغل من اندكس 0 ل 9، وممكن واحد تاني يشتغل من 1 ل 10. احنا في البرنامج ده شغالين فيه من 1 الى 10، بحيث ان احنا هنا مش حاطين كاونت 0، مفيش اندكس 0 موجود عندنا. تعال نشوف البرنامج ده مع بعض ان شاء الله. ده كان ابلكيشن رقم 35. هنديله console دوت رايت لاين او رايت بس. هنقول له enter the row counts، وهنيجي نقول له dim row count as integer بيساوي console dot read line. طبعا ممكن بدل ما نكتب تاني هناخد السطرين دول كوبي ونحطهم بيست، بس هنقول له enter the column counts، وبدل الفاريبل ده ما كان اسمه row count هيبقى اسمه column count. هنبدأ نخزن نوصف المصفوفة بتاعتنا اللي هي values عن طريق row count و column count as integer. هنوصف متغيرين، واحد اسمه i وواحد اسمه j عشان نستفيد منهم في اللوبس. عايزين نبدأ نحسب، هنقول له for i بتساوي من 1 to الرو كاونت، ونحط for تانية j من 1 to الكولوم كاونت. وهنبدأ هنا نحسب قيمة المصفوفة values للصف i والعمود j هتساوي i مضروبة في j. يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده. عايزين نبدأ نطبع، لازم برضو 2 لوبس، بس مش هنحسب بقى. هنعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نطبع. يبقى console دوت رايت قيمة الفاليوز. طبعا البرنامج كده مش كامل، ناقص شوية، بس هنشوفه مع بعض عشان نشوف المشكلة ايه ونعالجها. console دوت read line. تعالوا نشغل البرنامج ده ونشوف هيعمل ايه. قال لي عدد الصفوف هقول له 2، عدد العمدان اقول له 3. شوف البرنامج عمل ايه، طبع لي 1 2 3 4 5 6 جنب بعض. انا مش عايز كده. اول حاجه نطلعهم لازقين في بعض، يبقى لازم ان احنا نيجي هنا. تعالوا نشغل البرنامج كده خطوه خطوه حتى عشان نشوف البرنامج ماشي ازاي. هيديني الاول يقول لي عدد الصفوف بكام، هقول له 2. هيقول لي عدد الاعمده بكام، هقول له 3. هيبدا يعدي على الاي من 1 ل 2، ويعدي على الجي من 1 الى 3. ناخد بالنا الاي دلوقتي واخده قيمه بواحد، والجي واخده قيمه ابتدائيه بواحد. يبقى هيجي هنا يقول لي ان الفاليوز اوف 1 و1 بتساوي 1 في 1، وده اللي حصل. بص، طبعا القيمه الاولانيه دي مالناش دعوه بيها، 1 و1 بواحد اهي. طب كويس جدا. هيجي يلف تاني على اللوب الجوانيه، لسه الاي بواحد زي ما هي، بس الجي بقت ب2. يقوم العنصر 1 و2 هيساوي 1 في 2، وده اللي حصل. هيبدا يلف ياخد الجي خلال 3، ويبدا يحصل لنا العنصر 1 و3 ب3 اهو. طب هو خلص كده اللفه بتاعت الجي، هيطلع تاني يغير قيمه الاي، بقت الاي ب2، يبقى يدخل على الصف الثاني يبدا يحسب فيه، والجي دي قيمه ابتدائيه بواحد، بحيث يبدا يحسب لنا العنصر values of 2 و1.
2 و1 حسبه بكام؟ ب2. ويدخل يغير الجي بقت ب2 يقوم يحسب العنصر 2 و2. الجي بقت ب3 يبقى نلاحظ ان هو ثبت الصف وبدأ يغير العمود، خلص طلع غير الصف تاني ونزل يغير العمود. كده المصفوفه بتاعتي اتملت. زي ما قلنا القيم اللي هي صفار الاندكس بصفار احنا مش عايزينها في حاجه. هيبدا يطبع، يقوم هيجي هنا يطبع برضه يثبت الصف ويغير العمود، يطبع القيمه 1 و1 1 و2 1 و3 2 الايباد 2 خلاص دخل على الصف الثاني 2 و1 2 و2 2 و3 خلص طبع على الشاشة باصطلاحهم لازقين في بعض. ازاي بقى هنعمل البرنامج ده نحسن فيه؟ سهلة جدا. لازم نيجي هنا ونروح مدينه مسافة فاضية عشان ما يخليش العناصر لازقة في بعض. طب انا عايزه يفصل ما بين كل صف وصف. نيجي هنا نديله كل جملة console دوت رايت لاين، بحيث كونسول دوت رايت لاين هتعمل ايه؟ هتقطع الكونسول دوت رايت، ما كونسول دوت رايت بتطبع صف صف بتطبع ورا بعضه، بحيث ان هو هنا هيغير. يمكن نوقف البرنامج هنا ونشوف الحته دي مع بعض. نشغله اف 5. نلاحظ ان احنا هنا حطينا دايره دي بريك عشان يوقف البرنامج. هيقول على الصفوف كام؟ اقول له 2، الاعمده كام؟ ب3. الراجل حسبهم وعايز يبدا. ناخد بالنا هيعمل ايه؟ هياخد الاي ب1 والجي ب1 ويطبع العنصر الاولاني وبعديه مسافه واللي هو 1 و1، ويدخل يطبع اللي بعديه اللي هو 1 و2 وبعد منه مسافه، اللي بعد منه وبعد منه مسافه. هو كده خلص الاعمده، فيجي ينزل يقوم يطبع سطر جديد ويطلع ياخد صف جديد عشان يشتغل فيه. نلاحظ ان هو طبع لنا زي ما احنا عايزين. يبقى احنا عملنا الاعمده كلها، تغيير الاعمده اللي هي الفور الجوانيه يطبع لي جمله رايت بس. بعد ما يخلص الاعمده دي ادي له جمله رايت لاين عشان يقطع الصف، بحيث لما يجي يبدا صف جديد يبتديه من سطر جديد. وكده نبقى احنا حلينا المشكله اللي كانت معانا، ودي هي اللي واضحه في البرنامج بتاعنا اللي احنا عملناه. ملخص اللي احنا خدناه: خدنا الخيارات سيلكت كيس وعرفنا ان هي لازم يراعى فيها الترتيب. خدنا الاريز وعرفنا ان انا لما اقول له فاليوز اوف 9 بيبدا يخزن لي مخازن بقد عددهم. ونلاحظ ان هو في عنده مخزن اسمه زيرو بيخزنه. ممكن ان انا اهمل المخزن زيرو ده وابدا اشتغل من اول واحد زي ما عملنا في البرنامج الاخير. عشان ادخل او اطلع اي مصفوفه لازم استخدم فور، او عشان احسب برضو لازم استخدم فور. الكلام ده لو هي 1 دايمنشن. لو هي 2 دايمنشن لازم يكون في عندي 2 4. وفي جمله الدايمنشن بحط مقاس المصفوفه على الصفوف وعلى الاعمده. ممكن ان يكون عندي مصفوفه ثلاثيه الابعاد او 4 او 5 زي ما انا عايز. وكده نبقى انتهينا من المحاضره الثالثه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.